بصوا بقى، هي كانت النية ان انا كنت هدخل المطبخ اعمل ميني بيتزا، بس شاء كده ربنا ان هي تبقى اكس لارج بيتزا بالحجم الكبير اللي انتوا شايفينه ده. يعني قلت بقى بدل ما اعمل ميني بيتزا راس صغيرة كده، هعملها في صينية واحدة وهقطعها، وبصراحة طلعت اجمل بكتير. اعذروني بقى على صوتي في التعليق في الفيديو ده، علشان انا تعبانة شوية، وبصراحة كان نفسي انزل الوصفة دي من زمان، فما حبيتش اطول عليكم. النهاردة بقى زي ما انتوا شايفين كده هنعمل بيتزا بحجم عائلي، من غير بقى لحمة ولا فراخ، ومكونات اقتصادية جدا. اقول لكم على التسوية المظبوطة للبيتزا، وازاي العجينة تطلع هشة وحلوة معاكم مش مكتومة ابدا. حلوة وسريعة واحلى بكتير قوي من اللي بنشتريها من المخابز. تنفع وجبة غدا، تنفع وجبة عشاء، اقتصادية وتكفي كتير. الصينية دي كبيرة جدا وعملت معايا كمية حلوة زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. عندي هنا ربع كوباية مية دافية، عليها معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبسيبها لحد ما احس ان الخميرة اشتغلت معايا. بعد كده في بولة كبيرة هبتدي اضيف المية اللي فيها الخميرة، ربع كوباية من الزيت، معلقتين كبار من الزبادي، معلقة كبيرة من اللبن البودرة، ربع معلقة صغيرة من الملح. واقلب الكلام ده كله مع بعضه لحد ما الخميرة والسكر والزبادي يمتزجوا مع بعض كده، والخليط يبقى معانا بالشكل ده. بعد كده هضيف 4 كوبايات من الدقيق، بس طبعا بنزل بكوباية كوباية، ويستحسن ان انا انخل الدقيق في كل او في اي معجنات انا هعملها، علشان العجينة تطلع هشة معانا وما تطلعش مكتومة. الصاج الكبير اللي انا هسوي فيه النهاردة اخد معانا مقدار 4 كوبايات من الدقيق، الكوبايات المعيارية او كوباية الشاي العادية الموجودة في اي بيت. هبتدي بقى اعجن بايدي كده بالراحة. وملحوظة مهمة جدا، طبعا هنا بضيف مية دافية، كل ما العجينة بتحتاج مية بضيف مية دافية علشان تساعدلي على التخمير، وتبقى العجينة كده طرية معانا اثناء ما احنا ما بنعجنها. في ملحوظة بقى عايزة اقولها، عجينة البيتزا بالذات علشان ما تطلعش معاكي ناشفة او ما تطلعش معاكي مكتومة، ما بنعجنهاش كتير وما بنتعفاش عليها اثناء العجن. يعني يدوب بايديا كده زي ما انت شايفة، يدوب بس بلم العجينة الوحيدة اللي احنا بنعجن فيها كتير وبنتعافى عليها هي عجينة الفطير، علشان تعمل عرق معانا. والعرق ده احنا مش محتاجينه خالص في عجينة البيتزا، علشان العجينة في الاخر بعد التسوية تطلع هشة وتطلع طرية كده، ما تطلعش ناشفة او مكتومة معاكي. في نفس الطبق اللي عجننا فيه ضفت كده معلقة صغيرة او مسحة زيت بسيطة، وبعد كده برجع انزل فيه العجينة وبغلفه كويس قوي بكيس تلاجة، وبسيبها بقى تخمر لمدة ساعة. واثناء ما العجينة بقى تخمر هجهز صلصة البيتزا. معايا هنا نص كيلو من الطماطم، ضربها في الخلاط كويس جدا ومصفياه. هضيفه كده في كسرولة او في طاسة، بعد كده هسيبها تغلي لحد ما تقصر او تتركز معايا شوية، وهبتدي بعد كده اتبلها. نص معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودرة. ولو عندك بصل بودرة برضو هتضيفي منها نص معلقة صغيرة. البصل البودرة والثوم البودرة بيدوا طعم حلو قوي لصلصة البيتزا. لما بتغلي معانا كده وتقصر، بضيف بقى معلقتين كبار من صلصة الطماطم الجاهزة علشان تتقل معايا الصلصة شوية، وهقلبها كده لحد ما تغلي برضو. اخر اضافة بقى هضيفها بعد ما تتركز معايا وتوصل للقوام ده، معلقة كبيرة من الكاتشب. والكاتشب هنا بيدي تسكيرة وطعم حلو قوي للصلصة. هضيف بقى اخر حاجة بعد ما تغلي معايا وخلاص توصل للقوام المطلوب، معلقتين كبار من زيت الزيتون. علشان كده انا ما ضفتوش في الاول، لان مش محبب ان زيت الزيتون يغلي معانا كتير على النار. هنقفل بقى على الصلصة، هي كده خلاص استوت، وبتبقى احلى صلصة بيتزا ممكن تعملوها حرفيا للبيتزا. وعلشان بقى نعمل البيتزا اللي معانا النهاردة اقتصادية شوية، معايا شوية من الفلفل الالوان وشوية من الطماطم. بجيب الفلفل الاخضر، فلفل اخضر، فلفل احمر، وفلفل اصفر بيدي طعم حلو. وعندك بقى مشروم بيبقى حلو جدا، وبتبقى اضافة كده غنية شوية وحلوة مع بيتزا الخضار. هقطع بقى الفلفل الاخضر بالشكل ده، هشيل بس الراس البيضة اللي بتبقى فيه، وبعد كده هقطعه طوليا بالشكل ده. وهبتدي ان انا اقطعه بقى بالسكينة. هبتدي بس انضفه الاول من الحاجات اللي بتبقى جواه دي.
والطماطم برضو هنعمل فيها كده. هقول لكم برضو ازاي هنقطعها. هنبتدي بقى نقطع الفلفل الاخضر بقى بالشكل ده، والفلفل الاخضر بيدي طعم حلو قوي لاي نوع بيتزا هتعملوه. ودي طبعا بيتزا اقتصادية، لكن انتوا ممكن تعملوها بقى باللحمة المفرومة. ممكن تعملوها بالفراخ، لو عندك صدور فراخ ممكن تشوحيها زي الشاورما كده وتضيفيها عليها. ممكن تعمليها بالسوسيس بالسجق او حتى بالبسطرمة. لكن النهاردة حبيت اعملها اقتصادية، وحبيت اعملها زي البيتزا بتاعه الافران، مش البيتزا اللي هي بقى باللحوم والحاجات دي. ان شاء الله هعمل معاكم بعد كده البيتزا المعتاده، بس النهارده حبيت ان هي تكون اقتصاديه. هقطع بقى الفلفل كله بالشكل ده اللي كان موجود معايا، وبعد كده هقطع الطماطم. والطماطم هنا لو هتضيفيها على البيتزا عموما لازم تشيلي القلب اللي فيها ده، علشان ده بيعمل ميه او بينزل سوائل على البيتزا، على وش البيتزا اثناء التسويه، بيخليها زي ما تكون معجنه كده معانا، واحنا مش عايزين الخطوه دي. معايا بقى كوبايه من الجبنه الرومي، كوبايتين من الجبنه الموتزاريلا، زيتون اسمر شرايح متقطع معانا بالشكل ده، وصلصة بقى البيتزا اللي احنا جهزناها مع بعض. زي ما انتوا شايفين ده القوام المظبوط ليها. انا بقى كانت خلاص العجينة خمرت معايا في الصاج بقى اللي هسوي فيه. ضفت كده معلقة كبيرة من الزيت وبوزعها كده بمنديل مطبخ، وبعد كده بقى هوزع العجينة كلها على الصينية بالشكل ده. اهم حاجة ان احنا نفرد كويس اوي العجينة. الصاج ده اللي هيسألني على المقاس بتاعه، بصراحة انا مش بعرف قوي في مقاسات الصواني، لكن هو الصاج الكبير اللي هو بتاع المخبوزات اللي انا دايما بستخدمه، اللي هو تقريبا بيبقى قد صاج الفرن او اصغر منه بحاجة بسيطة. هبتدي بقى اسكن العجينة كده في كل اطراف الصينية او الصاج اللي انا هشتغل فيه. انا بصراحة كنت ناوية ان انا افرد العجينة وبعد كده اقطعها اعملها بقى على شكل ميني بيتزا، بس بصراحة قلت لا، انا هعملها في الصينية كده على طول، وهحط بقى الخضار اللي عندي او اي حشوة انا حباها، وهتكون احسن بكتير. فردت عليها كيس تلاجة بعد كده على العجينة. الخطوة دي بحب اعملها، وبسيبها كمان 5 دقايق تخمر، علشان لما بنفردها بتاخد وقت في الفرد يعني، فبنسيبها بعد ما نفردها يدوب 4 دقايق او 5 دقايق تخمر تاني، علشان تديلكم نتيجة حلوة في الاخر. والمرحلة دي برضو اللي انا بعملها قدامكم دلوقتي مهمة جدا، وهي ان احنا نخرم عجينة البيتزا كويس قوي. والخطوة دي مهمة جدا علشان العجينة ما تترفعش معانا اثناء التسوية بشكل كبير، وكمان علشان بتساعد لي ان العجينة تستوي من النص، ما تكونش البيتزا معجنة معانا في النص، تكون التسوية بتاعتها مظبوطة. هنا بقى صلصة البيتزا اللي احنا جهزناها مع بعض، هبتدي بقى كده ان انا احط كمية مناسبة من صلصة البيتزا. ودي اسهل طريقة واحلى طريقة ممكن تعملوا بيها صلصة البيتزا. بعد بقى ما بفرد كده الصلصة كويس قوي، بضيف بقى الخضار او اي حشوة متاحة عندي. هنا بقى الحشوة بتبقى على حسب المتاح عندك وعلى حسب انتي عاوزاها بايه. اول حاجة بحط الطماطم، بعد كده بحط الفلفل الاخضر بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى الفلفل الاخضر. وزي ما قلت لك لو عندك مشروم بيدي اضافة حلوة قوي للبيتزا مع الخضار، بس انا بصراحه ما كانش متاح عندي. بعد كده بسكن الخضار ده بايدي، وبعد كده بضيف بقى الجبنه الرومي. دي عباره عن كوبايه من الجبنه الرومي المبشوره، واخر اضافه بقى بضيفها كميه حلوه كده من الجبنه الموتزاريلا. كل ما كترت الجبنه موتزاريلا على البيتزا بتديكي مطه وطعم حلو في الاخر. دول عباره عن كوبايتين من الجبنه الموتزاريلا. بعد بقى الجبنه الموتزاريلا بحب احط بقى الزيتون على وش الجبنه كده، اولا بيديلي شكل حلو. ثانيا الزيتون لما بحطه على الجبنه الموتزاريلا بيتسكن كده كويس فيها، بحيث ان انا لما اجي اقطع البيتزا ما احسش او ما الاقيش ان الزيتون وقع معايا في الاخر. الزيتون الاسود كمان بيدي شكل وطعم حلو، لو حابين تستخدموا الزيتون الاخضر مفيش مشكله. هسكن بايدي تاني الحشو كده في العجينة بالشكل ده، وبكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 5 دقايق. بدخل الصاج البيتزا في الفرن، بتاخد نص ساعة او ممكن نزيد على نص ساعة دي كمان. 5 دقايق على نار وسط، على نار وسط يا جماعة. اول ما الجبنة من فوق كده تسيح والعجينة نحس ان هي خلاص اتحمرت من الاطراف، ممكن نطلعها. انا غيبتها يا دوب دقيقتين او اتاخرت عليها بس يا دوب دقيقتين. الوش اخد لون معايا بزياده شويه،
لكن بصراحة برضو طعمها في الاخر بيدي طعم حلو. لكن مطة الجبنة ما كانتش احلى حاجة، لان هي غابت في الفرن كمان دقيقتين فالوش اتحمر معايا شوية. ولكن هي دي البيتزا او شكل البيتزا اللي بيقدموها في المخابز، بيدولها اللون التحمير اللي انتوا شايفينه ده. بقطعها بقى على طول وهي سخنة، بتبقى لذيذة جدا وريحتها بقى مش عايزة اقول لكم. والمخبوزات عموما في الشتاء بتبقى محببة جدا. بطلع معاكم قطعة من الصينية اهي، حلوة جدا وسمكها حلو، مستوية حلوة جدا من جوه زي ما انتم شايفين. وما زال نوعا ما مطة الجبنة حلوة اوي فيها زي ما انتم شايفين. وبيتزا اقتصادية. تقريبا الحاجات اللي احنا ضفناها متوفرة في البيت، هي بس الجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا. تقدروا تنفذوا نفس العجينة ونفس صلصة البيتزا اللي انا عملتها معاكم، وتشكلوا بقى او تختاروا اي نوع حشوة انتوا حابينها. شايفين حلوة ازاي؟ طبعا اللي في المخابز مش هتبقى بالشكل ده، او مش هتبقى متكلفة بالشكل ده خالص. جربوها على طريقتي وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. اسيبكم في امان الله وسلام.